بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. هذا هو تعليقي على الأحداث التي حدثت في الإسكندرية من تفجير سيارة أمام كنيسة. أنا توقفت الحقيقة مدة، منتظر طبعا نتيجة التحقيقات يعني عشان نعرف مين الفاعل، وإن كان عشان ما نتسرعش يعني لا نتسرع في إصدار الأحكام زي ما الصليبيون على طول ضربوا في المساجد وعمالين يضربوا في الأمن ومظاهرات كل يوم. يعني نستنى نشوف الموضوع هيرسى على إيه. أنا طبعا تصوري الشخصي أن اللي عامل كده هم اليهود الصهاينة المجرمون اللي مفتح لهم الحدود لمصر يخشوا ويطلعوا زي ما هم عايزين. طبعا عاملين كده ليه؟ علشان يفسدوا بيننا وبين الصليبيين اللي موجودين معانا في مصر، وعلشان يوقعوا بيننا وبينهم، وعلشان بقى قدام بقى لان خلاص السودان اهو فاضل لها كام يوم والجنوب هينفصل، يبقى كمان بقى مصر تنفصل، يدوا بقى الجزء الجنوبي للصليبيين زي ما هم كانوا عايزين، والدور برضو على اليمن جاي وهكذا. وبقول اليهود لان اليهود من سياستهم الافساد في الارض، دي طبيعتهم. سورة الإسراء وكتب الله تبارك وتعالى يقول في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وكذا، لكن لتفسدن دي سياسة. وهم طبعا أشد الناس عداوة لينا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أنا تصوري هذا يعني إن هم اللي عاملين كده علشان يوقعوا. طب ليه بيعملوا بقى كده؟ يعني ليه بيعملوا كده في الوقت ده بالذات؟ لان في احتقان. انا بتكلم كلام عملي مش كلام رسمي بتاع المسؤولين اللي عايزين كل التقارير. ايوه يا فندم، حاضر يا فندم، الامن مستتب يا فندم، والحالة الاقتصادية رخاء والناس خايفة مش لاقية تاكل. لا مش احنا اللي بنقول كده، لا. الامن دايما عايز كده كل حاجة تمام ولا توجد اي ملاحظ. لا ده في مش ملاحظ، ده ملاحظ وملاحظ. في احتقان في البلد، والمسؤولين للأسف عاملين زي النعامة اللي حاطه وشها في الأرض وفاكره نفسها انها مش ايه، ما حدش شايفها. في احتقان. أين أختنا وفاء قسطنطين اللي الأمن سلمها والأخت كاميليا كذلك، دولة مسلمة الغالبية فيها مسلمة ودينها الدين الرسمي الإسلام، تتسلم فيهم أختين والأمن اللي يسلمهم للصليبيين وحتى الآن مش معروف هم فين. يعني بالله لو ان الأقلية المسلمة في أمريكا خدت واحد مثلا بالعكس، يعني نعملها بالعكس يعني، وقالوا ان المسلمين خدوه لان مثلا مش عارف تنصر ولا كذا ولا كذا ومش عارفين لغاية دلوقتي هو راح فين، كان حد هيسكت؟ مش ممكن. لكن ادي اختنا وفاء قسطنطين، ادي اختنا كاميليا. شنودة وعدم تنفيذه لأحكام القضاء، محكمة القضاء الإداري لما عاطت الحكم قال لا مش هنفذ. ونسمع اسمع كلامه بقى، بيقول انا ممكن اكون طيب جدا لكن اذا تعلق الموضوع بشيء يمس العقيدة فاكون شخصا اخر. طب يمس عقيدتك انت تكون شخص اخر، ولما يمس عقيدتنا احنا ما نكونش اشخاص اخرين برضه؟ لا. وبعدين يطلعوا شباب اقباط على الفيسبوك وبيقولوا هنقلب البلد عليها وفيها اذا صدر قرار حبس او عزل البابا شنودة. كل ده مش يؤدي لاحتقان المسلم في بلده؟ مش هقول المسلم الملتزم، كمان المسلم العادي لما يحس انه مهان في بلده من فئة قليلة تقول عليه هذا الكلام، ويطلع بشيء نائب شنودة ويقول لو المحكمة هتطبق علينا الحكم ده يبقى الشهادة. يعني ايه الشهادة يعني؟ راجل هيقاتل طبعا يعني. وبتوع المهجر اللي لهم طلبات بقى، نسمع طلباتهم عشان تشوفوا الاحتقان وصل لدرجة ايه. طلبات اقباط المهجر بيقولوا طرد المسلمين من مصر الى الجزيرة العربية. 2 اقامة دولة للاقباط في جنوب مصر. حتى منهم واحد اسمه مايكل منير رئيس منظمة اقباط الولايات المتحدة نشر على موقع بيشرف عليه بيطالبوا بحق تقرير المصير كالسودان. شوف الكلام،
كلام واضح جدا جدا. 3 يطالبوا بإلغاء المادة الثانية من الدستور اللي بتقول الدين الرسمي للدولة الإسلام. 4 إصدار قانون موحد لدور العبادات. شوف راسهم براسنا، مش أقلية، لا ده احنا اللي أقلية. افتكرت والله لو كنت في بلادنا مرة كنت بقول في نقابة الصحفيين والله كده نطالب بحقوق الأقليات المسلمة في مصر. 5 حذف الآيات القرآنية من المناهج التي تتحدث عن كفر عبادة المسيح. شوف الفرض قد ايه علينا. السماح للطلاب الصليبيون بدخول الازهر. يا سلام. 7 يعملوا كوتا ثابتة في مجلس الوزراء ومجلس الشعب. 8 الغاء الهوية الدينية من الاوراق الرسمية. اما يكون في ورقة رسمية ما نكتبش فيها ان انت دينك ايه او انت وضعك ايه. وبعدين القمص مرقس عزيز راعي كنيسة العذراء المعلقة بينتج فيلم دلوقتي مسميه كلاب محمد. كلاب محمد، حسبنا الله ونعم الوكيل. القس يوتا بيهدد بعمل السيرة النبوية بطريقة مضحكة وسخرية، يعني بيهزأ بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دول بيستقوا بأمريكا، هم يقدروا يعملوا كده لما يكون في أمريكا وراهم ولا حد وراهم، بيستقوا بأمريكا. بس والله زي ما قلت اقسم بالله هم الخاسرون. امريكا عبال ما تيجي تحميهم هيكونوا خلصوا. وادي شفنا اهو، شفنا بوادر ولسه بيقولوا ان في ناس بتهددهم كمان. طيب ما هو يعني نقول بقى يا اخوانا ايه اللي مسؤول عن الكلام ده؟ وبعدين دي ارواح برضه، ايه اللي مسؤول عن الكلام ده؟ المسؤول النظام اللا نظام المصري، اللا نظام اللي قاعدين يعالجوا ظواهر المرض وما بيتحكوش في اصوله. واحد عنده مرض ما نقعدش نديله مسكنات، ليه مش بيبصوا لجذور المشكلة؟ بيعالجوا علاج يفطس من الضحك. ناس مقتولة وميتة ودماء والقسيس قاعد جنب الشيخة. هو ده اللي هيهدي الموضوع؟ يعني اللي مات له واحد كده لما يشوف المنظر ده هيهدى؟ يعني ازاي الكلام ده؟ مفيش حاجة اسمها لقاء قساوسة مع مشايخ ووحدة وطنية وفتنة طائفية نسيب الامور لما تستفحم. لازم تتشكل لجان من هنا ومن هنا، بس لجان مش رسمية، مش تبع الحكومة، مش تبع علماء السلطة ولا حتى المشايخ ولا القساوسة بتوعهم اللي فيهم نفاق زي مشايخنا. لا، يتقعد اهل الحل والعقد من هنا، تعالوا ابعتوا لنا ناس من عندكم ونقعد نناقش اصل المشكلة في ايه؟ لازم الصليبيون في مصر يعرفوا انهم اقلية. مصر 80 مليون، هم كام مليون؟ 80 مليون. هم كام مليون بكتير؟ 7 مليون 8 مليون مثلا يعني. يبقى كام في المية؟ يبقى اذا هم دول اقلية. يشيلوا من دماغهم حتة ان احنا محتلين مصر، اللي حطها في دماغهم دي ان احنا محتلين مصر ولازم مصر تتحرر ونحررها من. شيلوا الكلام ده من دماغكم، ده الاسلام حرركم من الرومان اللي هم اصل عقيدتكم، وشوفوا كانوا بيعملوا فيكم ايه. لازم يفهموا كده. دي مصر المسلمة الاسلامية، اللي عاجبه يقعد فيها محترم يقعد، مش عاجبه يمشي. روحوا امريكا يا سيدي، امريكا اهي وابتحالكم، روحوا امريكا واقعدوا في امريكا واعملوا اللي انتوا عايزينه في امريكا. هو عندهم الخنزير وعندهم اللواط وعندهم الزنا وعندهم كل حاجة، لكن يكفوا عن استفزاز المسلمين. الكلام ده بيوجد احتقان يا ناس، بيوجد احتقان لما يبقى الصليبي في مصر معزز مكرم اكتر من المسلم. ده بيوجد احتقان، وبيظهر الاحتقان ده من اي حاجة. تطلع مظاهرات ماسكه الصليب، طب انت لسه يا شنودة بتقول اذا كان الامر مثل العقيدة فانا هذا شيء اخر. طب احنا عقيدتنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. واليهود اشترطوا على البابا بتاع روما لما يجي يزورهم في الكيان الصهيوني انه ما يجيبش الصليب معاه. الله. وبعدين تطلع مظاهرات كده بمنتهى الوضوح وشتيمة في المسلمين، وبعدين يعتدوا على المسجد كمان. لا، فلازم يتقعد معاهم ويتقال لهم هذا الكلام حفاظا عليهم. احنا طول عمرنا كنا عايشين قاعد الحمد لله في مصر، هم موجودين، والاسلام يستوعب اي حد، لا اكراه في الدين، اللي عايز يعيش معانا يعيش، لكن يعيش محترم ما يستفزناش.
ما يقولش الكلام اللي انا قلته ده. ها وفرصه بقى دلوقتي بقى يلا على ما حصل بقى عايزين تعديل القوانين لبناء مزيد من الكنائس. مش هيحصل، مش هيحصل. وييجوا عشان يعملوا كنيسه يروحوا حاطين سور عالي وبعدين يقول لك احنا بنرمم ويدفعوا رشوه وبعدين المسلمون يكتشفوا فيهيجوا ويضربوا ويعملوا. طب ما هم السبب، ما هم السبب. انت بتنرفزني ليه؟ وناس بقى مجرمه بيصطادوا في الماء العكر. واحد مجرم بعد انا ما قلت ان الاديره فيها، الاديره والكنائس فيها اسلحه. ايوه فيها اسلحه والاديره مليانه اسلحه، وقلت وبقول وهقول وبكرر واقسم على هذا، وهم عارفين كده كويس. بدليل ليه ما بيبقاش فيه تفتيش على الكنائس والاديره؟ اشمعنى تفتيش على المساجد بس؟ لو ما انتوا بتقولوا ما عندناش، طب ما تخلينا نفتش مثلا. طيب والسفينه اللي جايه متحمله من اليهود من الكيان الصهيوني ورايحه لحساب ابن كاهن من القسيس من القساوسه وكاهن، واتدارى على الموضوع. كانت جايه الاسلحه دي كانت جايه من عند الكيان الصهيوني. ليه؟ يصطادوا بيها عصافير؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يطلع واحد مجرم في امريكا من بتوع المهجر دول يقول لك وجدي غنيم بيقول الاديره والكنائس فيها اسلحه. ده هو اللي راح يتدرب على السلاح في اليمن. اصل هو قاعد في اليمن عند القاعده. مين يهبل يا عبيط؟ هو لسه هتدرب على السلاح؟ وحتى لو في تدريب على السلاح ايه؟ كفر يعني ولا ايه؟ امال انتوا تدربوا على السلاح وتجيبوه احنا لا مثلا يعني؟ انا يا اخويا متدرب على السلاح وكنت ضابط رمايه لان كنت في الجيش قعدت 3 سنين مثلا يعني مثلا. والتاني المجرم اللي طالع في اللي يعلق يقول لك السبب في اللي حصل لنا وجدي غنيم عشان بيقول ان الكنائس فيها اسلحه وفيها دول ناس بيصطادوا في الماء العكر. انا بتكلم كلام منطقي، كلام ناس عقلاء يدرس علشان ما يحصلش وما يتكررش اللي حصل. نسأل الله السلامة لنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدي غنيم.